الصيام ماشي مجرد امتناع الأكل والشرب، بل تجربة إنسانية وروحية عميقة كتجمع ما بين الجسد والعقل والروح. ولكن وسط هاد التجربة المتميزة كيبقى فضول كيحرك التفكير: علاش الله خصص الشهر كامل في السنة باش نصومو فيه؟ علاش ما يكونش يوم في الأسبوع فقط أو أيام متفرقة؟ الحكمة ما كتوقفش غير في الشعور بالجوع، بل في التغيير الشامل اللي كيوقع للإنسان ملي كيعيش شهر كامل بنظام مختلف. الجسم ديال الإنسان عنده قدرة عجيبة على التكيف، ولكن باش يبدل العادات ديالو فعلا خصو وقت طويل. نهار واحد ديال الصيام يقدر يعطي إحساس مؤقت، ولكن شهر كامل كيخلق تحول حقيقي. في الأيام الأولى كيحس الإنسان بالجوع والتعب، ولكن من بعد كيبدا الجسم يتأقلم وكيولي كيعتمد على مخزون الطاقة بطريقة أذكى، كتنقص العادات الزائدة. علميا الجسم في فترة الصيام كيبدل طريقة استهلاك الطاقة، كيبدا ينظم السكر والدهون بشكل أفضل، وحتى الخلايا كتدخل في حالة إصلاح وتقنية داخلية. هاد العملية ما كتوقعش بعمق في نهار أو جوج، ولكن مع تكرار الصيام يوميا لمدة شهر الجسم كيعيش دورة كاملة من التنظيم وإعادة التوازن. لكن الحكمة ماشي جسدية فقط، الإنسان بطبيعته كينسى، كيحتاج فترات يرجع فيها ويراجع نفسه. شهر كامل كيخلق مساحة زمنية كافية باش الواحد يخرج من الروتين اليومي ديال الأكل والشرب والشهوات ويرجع يتحكم في النفس ديالو. إلا كان الصيام يوم واحد فقط التأثير النفسي كيكون محدود، ولكن ملي كتعيش 30 يوم وانت كتقاوم الرغبات نفسها كل يوم كيتولد عندك نوع من الانضباط الداخلي والصبر اللي ما كيبانش في نهار واحد. تخصيص شهر واحد في السنة كذلك كيخلق إحساس جماعي. الملايين ديال الناس كيصوموا في نفس الوقت، كيحسوا بالجوع في نفس الساعات، وكيكسروا الصيام في نفس اللحظة. هذا الإحساس الجماعي كيذكر الإنسان بأنه جزء من المجتمع، وأن التجربة ماشي فردية. الفقير والغني كيحسوا بنفس الجوع، الإنسان كيولي أكثر إحساسا بالآخرين. شهر كامل كيخلي هذا الإحساس يتجذر، ماشي مجرد لحظة عابرة. ومن زاوية أخرى الإنسان إلا عاش طوال السنة في رفاهية مستمرة كيولي الإحساس بالنعم ضعيف. الصيام كيقطع هاد الاستمرارية لمدة شهر باش ترجع الحواس ديال الإنسان تحس بقيمة أبسط الأشياء: الماء، الخبز، ولقمة صغيرة. من بعد 30 يوم حتى كاس الماء كيولي عنده معنى كبير. هاد الإحساس كيوقد الشكر اللي كيكون مخبي تحت العادة. كذلك تخصيص شهر واحد فيه حكمة في التوازن. الإنسان ما يقدرش يعيش طول العام بنظام صيام كامل، وما خصوش يعيش كذلك بلا أي انقطاع عن الشهوات. شهر في السنة كيشبه محطة صيانة، مراجعة سنوية للروح والجسد. كيجي مرة في السنة باش يعاود يضبط البوصلة، ومن بعد يرجع الإنسان لحياته اليومية وهو متوازن أكثر. في الأخير الصيام شهر كامل كيبين أن الإنسان قادر يتحكم في الغرائز ديالو وماشي العكس. الجوع والعطش أقوى إحساسين جسديين، ومع ذلك الإنسان كيقدر يوقف قدامهم بإرادة واعية. التجربة اليومية لمدة شهر كتذكر الإنسان بالقوة الداخلية ديالو، وكتعلمه أن التحكم في النفس ممكن، وأن الإنسان ماشي مجرد كائن كيتبع الرغبات ديالو، بل عنده قدرة قادر يواجهها. إذا الحكمة من شهر الصيام ماشي غير الجوع والعطش، بل هو تحول تدريجي. شهر كافي باش الجسم يتنظم والعقل يهدى والروح تصفى والإنسان يرجع يحس بالنعم اللي تعود عليها. ولو كان الصيام تفرق أو قصير ما كانش غادي يخلق نفس الأثر العميق. الشهر كيخلي التجربة طويلة بما يكفي باش يتغير الإنسان من الداخل، ولكن محدودة بما يكفي باش تبقى رحمة وتوازن. هكذا كيولي الصيام موسم تجديد سنوي، محطة يراجع فيها الإنسان ذاته ويخرج منها أخف وأقوى أكثر إحساس بالأخ ديالو.